ماسل ميموري دي هي الذاكره العضليه بتاعتك، بمعنى ان انت خلال فتره التمرين اللي انت بتتمرنها ومع الزياده العضليه اللي انت اكتسبتها خلال التمرين يبدا يتكون في الالياف العضليه بتاعتك نيوكليوس جديده او انويه في الخلايا العضليه بتاعتك. الخلايا العضليه تحديدا مش زي باقي الخلايا بتاعه جسمنا. المعروف ان كل خليه عندنا بيكون فيها واحده نيوكليوس او نواه واحده للخليه. الفكره في الخلايا العضليه انها ممكن تكون انويه داخل الالياف العضليه بشكل كبير جدا. السبب في ده ان حجم الالياف العضليه كبير وبيكون محتاج اداره لتصنيع البروتين داخل الالياف العضليه دي. النواه بتكون مسؤوله عن تصنيع الام ار ان اي ترانسليشن اللي هو وظيفته ان هو يصنع البروتين اصلا. لما بيحصل ميكانيكال تنشن على عضلاتك من خلال التمرين بيحصل اكتيفيشن لحاجه اسمها الساتلايت سيل، دي بتكون موجوده داخل الالياف العضليه. الساتلايت سيل دي تتحول لخلايا عضليه جديده وتندمج داخل الليفه العضليه الموجوده. ولما ده حصل احنا كده ضفنا مايونيوكلياي جديده داخل الالياف العضليه. طبعا زي ما اتكلمنا ان كل ما زادت عدد النيوكليوس او الانويه داخل الالياف العضليه كل ما زادت قدره العضله على انتاج البروتين بشكل اكبر. على طول فتره تمرينك الانويه دي عماله تتكون بشكل مستمر. بتتوقف عن التمرين لفتره طويله البروتين ديجريديشن او التدهور بتاع البروتين اللي اتكون بيبدا يزيد. يحصل بسبب اكتيفيشن او تنشيط لبروتينات في جسمك مسؤوله اصلا عن الريجريشن او التراجع والتدهور بتاع البروتينات اللي اتكونت، زي المايوستاتين اللي كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده. بيبدا يحصل ان البروتين سينثيسيس او تكوين البروتين من تاني بيبدا يقل نتيجه ان مفيش ميكانيكال تنشن او لود على عضلاتك بشكل عالي. فلما جم يتتبعوا المايونيوكلياي اللي اتكونت اثناء فتره التمرين في الوقت ده وفي فتره التوقف دي، لقوا ان المايونيوكلياي دي بتفضل موجوده حتى مع الاتروف اللي بيحصل نتيجه لتوقف التمرين، بتفضل موجوده لسنين. زي ما قلنا ان الانويه دي وظيفتها اصلا انها تصنع بروتين في العضلات. معنى ان الانويه دي موجوده فقدره العضله على تصنيع البروتين من تاني بيكون عالي جدا. ده من الاول والاخر هو مصطلح الماسل ميموري او الذاكره العضليه.